أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مستلمة معلمة رياض أطفال، بقدم التعليم الرسمي للأطفال والبنات المبتدئين بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم نرسم أرنب بسيط ماسك جزرة، وكل الأطفال هتحبه إن شاء الله. خطوة بخطوة. هاتوا ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هرسم قوس مايل بالشكل ده، بعدين أعمل كيرف في النص بسيط، وبعدين أعمل قوس تاني زيه، وأحاول أخليهم متناسقين. بعدين أعمل في كل قوس زيه من جوه مقفول بالشكل ده. بعدين هعمل دايرة كبيرة بالشكل ده من اليمين للشمال علشان أكون الوش للأرنب. هرسم هنا في النص دايرتين بالشكل البيضاوي، وفي النص هنا هعمل مثلث صغير كده، وهنزل منه بقوس بسيط من اليمين وزيه من الشمال، وفي النص هعمل مربعين صغيرين علشان أكون الأسنان. نيجي هنا في العين ونرسم دايرة كبيرة جواها دايرتين صغار، واحدة ما نحددهاش يعني ما نلونهاش من جوه، والتانية نحددها، ونفس الكلام في العين التانية. بعدين هاجي هنا من عند الراس وهعمل خط صغير من الجنب هنا مايل، ومن الطرف التاني هعمل خط أطول وأقفله بالشكل ده. بعدين هنا بقى أحاول أقيس بعيني إن الخط ينزل في النص هنا مظبوط، يعني هبدأ من فوق هنا من عند نص الودن، وأحاول أخلي البداية تكون متوازنة لغاية المكان ده. بعدين أقف وأسيب فراغ بسيط، وأحاول أكمل بقى بعيني علشان أكون الخط يكون شبه مستقيم من فوق لغاية تحت. وطول ما أنا بعمل الخط أعمل تعرجات بسيطة جدا فيه، مش يكون خط صريح، علشان تكون الجزرة أقرب للشكل الطبيعي. وبعد ما أنزل تحت خالص للطول اللي زي الصورة، أطلع تاني بكيرف من تحت بسيط، وأكمل بخط موازي للخط التاني لغاية ما أوصل عند الإيد وأقف، وأكمل من فوق الإيد لغاية فوق، وألف بكيرف بسيط بدون ما أشبكهم ببعض من الجهتين علشان أقفل الجزرة. وهنا هكمل الإيد عادي. بعد من الخط اللي هنا فوق ده هطلع بتانيات بالشكل ده طالعة لبره، ونفس الكلام من الجهة التانية، ومن ورا نفس الطريقة تانيات من فوق لتحت من الجهتين. وهنا هعمل خطوط بالشكل ده من الأطراف متباعدة زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هاجي عند الخط اللي هنا اللي كنا عاملينه، وأكمله لتحت بشوية قبل نهاية الجزرة وأقفله بيها. وهنا هعمل قوس وجنب قوس تاني علشان نكون الرجل. وورا عند المكان ده الزاوية هعمل ديل الأرنب بالشكل ده، وهاجي جوه عند الرجل هعمل دايرة صغيرة وفوقها 3 دواير أصغر، ونفس الكلام في الرجل التانية. دلوقتي هنحدد الرسم بالقلم الأسود علشان تبان أوضح، وأسيبكم انتم تلونوا بالطريقة اللي بتحبوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم للأطفال. ويلا أسيبكم مع فقرتي المفضلة، التلوين. كان في مرة أرنوب صحي الصبح كتير جوعان، طلب من ماما يفطر، جابت له خس وجزر. زعل الأرنوب وكشر، ما بدي خس وجزر، كل يوم باكلهم زهقان، وهم فطور اليوم كمان. زعلت منه ماما كتير، وقالت له هيك ما بيصير، احمد ربك يا أرنوب على النعمة وعلى الخير. قال الأرنب في عقله، أشوف أصحابي شو بياكلوا، وآكل معهم يا سلام، وألعب مبسوط وشبعان. لا 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 لا. يا زرافة قوليلي شو الأكل
الأكل اللي عم تاكليه. باكل ورقات الشجر.